وعملنا لقاء معاهم وتبادلنا الرأي وما زال التواصل موجود، ويمكن هم يعني هيكونوا يوم السبت القادم على إفطار موجود هنا في النقابة لاستكمال يعني معرفة المطالب أو النبض أو الحاجة اللي موجودة وتوحيد الجهود لهذه المرحلة الحساسة. أيضا لنا تواصل مع النقابات خارج مصر، يعني مش داخل مصر بس. احنا في يعني تفاوضات دلوقتي مع أمانة اتحاد المعلمين العرب لعودة الاتحاد إلى مقره الأصلي في مصر مرة أخرى إن شاء الله. وبنجهز بروتوكولات تعاون دلوقتي مع بعض النقابات في بعض الدول زي الكويت واليمن والسودان وغيرها، وتم لقاء معاهم، وبحيث ان نقابه المعلمين اللي موجوده في الدوله ترعى المعلمين المصريين وفق بروتوكول تعاون وتدافع عن حقوقهم. يعني بحكم هذا البروتوكول يبقى اي معلم في اي دوله من الدول اللي احنا عاملين معاهم البروتوكول دول لما يحصل له اي حاجه او يحصل له اي ضرر يبقى يجب ان النقابه ديت تروح تدافع عنه. بالاضافه ان احنا في تفاهم مع بعض النقابات زي المهندسين وغيرها ان احنا نعمل مكاتب تمثيل للنقابه العامه في الدول دي بحيث تقوم على خدمه الاعضاء، تسديد الاشتراكات، يبقى لو في خدمات من تخصيص اراضي او اسكان او غيره يبقى المعلم ممكن وهو بره يقدر يحجز ويستفيد بهذه الخدمه عن طريق مكاتب التمثيل، وتبقى مكاتب تمثيل مشتركه تشمل المعلمين والمهندسين والاطباء حسب التعداد اللي موجود في. ده المحور الثاني اللي هو التواصل مع النقابات الوطنيه سواء نقابات من غيرنا او نقابات المعلمين داخليا وخارجيا. المحور الثالث اللي احنا برضه او العنصر الثالث اللي بنتكلم فيه هو المقابله مع يعني عاوزين اراضي في المحافظات بحيث يتعمل عليها تخصص اراضي في المحافظات لعمل اسكان للمعلمين اسوه بالجيش والشرطه وغيره من الحاجه. والحقيقه فوجئت بان النقابات ثانيه واخده اراضي فعلا وعندهم مشكله مع الاسكان، يعني مشكله مع وزاره الاسكان الصحفيين وغيرهم. فلقيت كلهم ايه اول ما قلنا موضوع الاسكان فكله قال احنا عندنا مشاكل، فقال يعني الملف كله يفتح باذن الله تعالى في المرحله القادمه. دول الثلاث عناصر او ثلاث محاور. المحور بقى الاخير اللي هو الرابع وهو انجازات النقابه في شهرين. سياده الامين العام الاستاذ احمد عبد المنصور هيدي حضراتكم تفاصيل عنه، وهيبقى في ورقه مع حضراتكم برضه فيها حصر بما تم من انجازات او قرارات خلال المرحله. احنا استلمنا النتيجه 1